المسؤولين لازم يبقى كل الفئات. في نقطة تانية بالنسبة احنا قلنا عن التقشف وعن الطلبة والعمال. لو هاجي اقول موقف الحزب من الرئاسة او موقف الحزب، انا يعني قربت اخلص كلامي من اي حاجة، التسرع مش مطلوب. يعني ايه؟ ما حدش بكره يعني ايه ده الموقف الحزب الاشتراكي يخص عليه لسه ما قالش هو مش عارف ياخد موقف. انا مش هاخد موقف ليه؟ قول لي مين رشح نفسه لحد دلوقتي؟ مين رشح نفسه لحد دلوقتي؟ رسميا. حمدين صباح. محتمل كمان مش مرشح عليكم. يعني اللي رشح نفسه مين؟ حمدين صباح، ولسه بيلف على الاحزاب ولف علينا، واعتقد الزملاء اللي حضروا يعني عارفين الاستبدال. بس اقول بسرعه حاجات حمدين صباحي الصديق والناضل بكل اللي هو عمله علشان وجلنا يعني على الاقل انا زملته كثيرا وكل الزملاء. احنا بيننا وبين حمدين نقطه اساسيه، ما موقفك من التناقض الرئيسي اللي بيننا دلوقتي وبين الاخوان المسلمين؟ ده العدو الرئيسي، هنحط جنبيه اعداء كتار، بس بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لي انا عدوي الرئيسي الان الاساسي هو هذه الجماعه الارهابيه ومخططه وكل بقى ايه اللي وراها والمخطط الصهيوني والامريكي واللي بيحصل وقطر وكل اللي بيحصل ده اساسي عندي انا. ما موقفك؟ موقفه انها ليست منظمه ارهابيه وليست يعني كل اللي احنا عاملينه ده مفيش ما يثبت انها يعني بتندرج في هذه العمليات، ولكنها تعطي غطاء سياسي للارهاب. ده بالنسبه لي انا ككريمه انهم عدو اساسي الان لا يرضي ولا يطمني ان هو يمسك الحكم. يقول لي ليه؟ هقول في نفس الوقت اللي هو بيقول ده هو بقى اللي بيدي كده غطاء سياسي لامكانيه رجوع هذا الفصيل مره اخرى. ولازم اربط ده معلش بالحكومه اللي قعدت 8 شهور ليس امامها غير انها اي قرار يعني بطيئه فيه ما بتتخذوش. عشان تبقوا عارفين القرار اللي اتخذ قالت الحكومه ان منظمه ارهابيه، القرار ده يا اولاد معلش حبر على ورق، قرار حكومه الببلاوي، لان احنا عرفنا من الناس القانونيين لابد من قانون يصدره رئيس الجمهوريه بانها منظمه ارهابيه، ومقابل انها منظمه ارهابيه يبقى 1 2 3 4 يعني هنصادر كذا، هنعمل كذا، هنرفع قضيه قدام بره، مقراتها هنعمل فيها كذا. هذا القانون لم يتخذ. تخيلوا كل اللي اتعمل ده ولا يرقى لانك تاخد موقف. يبقى لو خدت موقف ان هم ما عملوش قانون، ولو خدت الموقف الثاني انهم الموقف الثاني بقى تحليل حمدين، يعني يا جماعه ما نقدرش نجزم وهي بتعطي غطاء سياسي. ولو خدت في نفس اللحظه، عشان انا معلش حسن النيه ده انا اتعلمت منه كتير، ما بقتش حسنه النيه، بحط الامور جنب بعضها. خد لي موقف سعد ابراهيم مع الشيخه موسى، انتوا شفتوا ده؟ عايزه تتصالح. والله ده احنا ولا نقصد الشيخه الست ولا نقصد، يا عيني اتضحك عليها، ده هي عايزه تتصالح يا جماعه، وهي ما تقصدش الاضرار بمصالحنا وعايزه تيجي مصر عن طريق سعد الدين ابراهيم، عراب المصالح الامريكيه في مصر والمنطقه العربيه. خد ده مع الدكتور حسن نفعه، مبادره يا جماعه، ولا عمر ما حاجه هتتحل ولا عمر الارهاب ده يقف زي ما قال البلتاجي الا لما نقعد مع بعض. حط كل ده على بعض. ده معناه ايه؟ ان هناك امكانيه فعلا من خلال هنا بقى لما انتم تربطوا النظام القديم او المصالح، المصالح بقى هنا الشخصيه ماشي، الحزبيه ماشي، مصالح النظام المخلوع ماشي، اللي بقوا في الصوره. ده في الصوره اكتر مننا على فكره، احنا بقينا شبه ممنوعين في الفضائيات عشان تطلعي لو هنتكلم او نطق